الفينو بتاع زمان قوام وطعم مظبوط جدا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. 4 كوبايات من دقيق متعدد الاستخدامات، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ربع كوباية من السكر، ونص كوباية من المية الدافية، وقلب كويس جدا. كمية الدقيق هاخد منها معلقتين كبار، وقلب كويس جدا جدا. اغطي الطبق واسيب الخميرة تشتغل لمدة 10 دقايق. باقي كمية الدقيق هضيف ذرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وقلب كويس قوي. معلقة صغيرة من الخل. ابتدي بقى اعجن العجينة على سرعة كده متوسطة، اضيف الدقيق شوية بشوية، وبعد كده هلم العجينة بكوباية وربع من المية الدافية، ممكن أكتر أو أقل على حسب نوع الدقيق. بعد كده ضفت ربع كوباية من الزيت النباتي. لازم العجينة تكون بتلزق سنة بسيطة جدا، ولازم نعجنها مدة طويلة علشان تدينا أفضل نتيجة. دهنتها بالزيت وهغطيها وأسيبها تخمر لمدة ساعة. بعد كده هبتدي بقى أقطع العجينة بتاعتي على شكل كرات كده، حجم كل كورة 70 جرام، ممكن أكتر أو أقل زي ما تحبوا. أغطي كده العجين بتاعي علشان ما ينشفش. اخد أول كورة على كاونتر مرشوش بالدقيق وأشكلها على شكل مستطيل، وبعد كده ألفها. أهم حاجة أحكم اللفة كويس جدا جدا علشان العيش ما يتفكش أثناء التخمير ولا أثناء التسوية. أظبط الجوانب وأظبط الشكل كده بتاع الرغيف، أحطه في صينية وأعمل مسافة ما بين كل رغيف والتاني، وأسيبه يخمر للمرة الأخيرة. صفار بيضة واحدة، معلقة كبيرة من الحليب الدافي، معلقة صغيرة من الفانيليا، وأقلب كويس جدا. أدهن وش العجين بالراحة جدا، وبعد كده أضيف رشة بسيطة من السمسم. يدخل الفرن على أعلى درجة حرارة لمدة 10 دقايق. لازم أغطيه علشان يفضل طري. بألف هنا وشفا، وباي باي.